السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة أستاذ بن زيد، أهلا وسهلا بكم لنتحدث سويا ونناقش البلاغ الصادر عن يعني المجلس الوطني للأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع. هذا البلاغ هو صادر يوم 29 من يناير الماضي. إذن من خلال هذا البيان أصدقائي، فالتنسيقية الوطنية للأساتذة الزنزانة 10 تفتح الباب مجددا للحوار، وتمد يدها للوزارة من أجل طي هذا الملف ومن أجل حلحلته بصفة نهائية، حيث قال يعني في عنوانه وبصراحة على أنه قرر تجديد الثقة في الحوار وإعطاء الفرصة وتبني مقاربة حسن النية. وهنا أيضا قال على أنه في حالة عدم استجابة لهذا الملف من الناحية الإدارية والمادية مع جبر الضرر، فإنه سيتخذ أشكالا نضالية غير مسبوقة. إذن أصدقائي، هذا المجلس الوطني قد انعقد كما قلت في 27 من يناير من هذه السنة من أجل مناقشة يعني واستعراض الخريطة الطريق، كذلك المشهد النضالي الذي تمر منه سواء النقابات أو التنسيقيات. وهنا طبعا انطلاقا من القواعد تقرر يعني مجموعة من النقط، ولعل أبرزها يعني الرفع المؤقت لمقاطعة تسليم النقط مع إمكانية العودة خلال الدورة الثانية. إذن فبعدما كانت التنسيقية أو التنسيقية الوطنية للأساتذة الزنزانة 10 قد اتخذت القرار بالإضافة مع تنسيقيات أخرى كتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتنسيقية الأساتذة المقصيين من خارج السلم، هي أيضا كانت اتخذت هذه النقطة وهي عدم تسليم النقاط للمؤسسة ومقاطعة مسار، إلا أنها يعني فتحت بابا للحوار ووضعت الثقة في الحوار المؤسساتي، ومع ضرورة التأكيد يعني على التزام الوزارة بوعودها، وطبعا الاستحضار موقف النقابات الداعم المؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10. وهنا يعني نتحدث عن خريجي السلم التاسع من بين سنتي 1995 إلى غاية 2013، بحيث تعتبر على أنه الممثل الحقيقي لهذه الأفواج هي التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10. إذن أصدقائي، قلنا على أنها من خلال هذا النقاش الجاد الذي دار بين أعضاء المجلس الوطني للأساتذة الزنزانة 10 وكذلك كل المتدخلين في هذا الملف، تقرر مجموعة من النقاط. قلت لعل أبرزها كما قلت سابقا هو الرفع المؤقت لمقاطعة تسليم النقاط مع إمكانية العودة، كذلك تبني مبدأ النية الحسنة تجاه الحوار دون مماطلة كفرصة أخيرة لتسوية هذا الملف بشكل جذري كما جاء في بلاغهم. كذلك تدعو يعني المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف استعدادا لأي شكل نضالي. وكما قلت، اعتبار التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 هي الممثل الشرعي والوحيد لأفواج من سنة 1995 إلى 2013. إذن هذا البلاغ كما قلت هو صادر في 29 من يناير. كملخص شامل لهذا البلاغ، يعني التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 تمد يدها للحوار وترغب في حل ملفها الذي يتجلى يعني في مجموعة من النقاط، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يتم حل هذا الملف بالإضافة إلى الملفات العالقة الأخرى، حتى إن شاء الله تعالى يشتغل الجميع في هدوء وفي جو يسوده العطاء والاجتهاد، قصد إن شاء الله تعالى دائما
النهوض بالمنظومة التربوية المغربية لتكون إن شاء الله تعالى من بين أفضل المنظومات. إذا أصدقائي، إلى لقاء قريب، أودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.